كمان ان بيراميدز من الفرق الكبيره جدا، النادي الاهلي من الفرق الكبيره جدا، هيبقوا منافسين ليك فعليين السنه دي. بيراميدز قرب منك بقى 11 او 10. النهارده كسب، قرب منك شويه بقى 4 نقط او حاجه زي كده. الاهلي لغايه دلوقتي مش باين قوي، لسه مستني مدرب جديد، مستني مدرب عشان يتعرف عليهم، هياخد وقت كتير جدا. الفرقه عندها مشاكل صحيه ومشاكل اصابات لعيبه، فتحس ان في مشاكل كتير جدا بتحصل لهم. عندهم مشاكل ماليه ما بين اللعيبه وبينها وبين بعض، واخد بالك، فده مأثر على الناحيه الفنيه. كابتن عماد النحاس محطوط تحت ضغط. السنه اللي فاتت مفنش ب4 ماتشات كسبها وخد بيها الدوري. السنه دي ده وحش، فالجمهور نسيله كل اللي هو عمله. النادي الاهلي عنده مشاكل كتير، متهيألي مش هيقدر ينافس السنه دي على الاقل على بطوله الدوري. هينافس السنه دي على بطوله الدوري ولا لا؟ مش متهيألي، مش متهيألي ما ينافسش. لا، دي تجربه باريس سان جيرمان الاولانيه اللي جبنا نجوم كتير قوي وما عملناش حاجه. لكن احنا بنطبق التجربه الجديده بتاعت باريس سان جيرمان، اللي هي اللعيبه اللي قلنا اللي هي عايز ليها طموح، اللي عايز النهارده 7 من 10، بكره تبقى 8، بعده تبقى 9 من 10. يا رب ان شاء الله باذن الله يسمع من بقك ربنا، ونادي الزمالك باذن الله نحتفل بيه بياخد الدوري السنه دي وبنشارك، وده الاهم ان احنا نشارك في دوري ابطال افريقيا. انا لما بحب حد بيموت على طول، وانت حبيتيني جدا، يخرب بيتك.